تبادل الزوجات. اغرب قضيه غادي نسمعوا ديال تبادل الزوجات، قضيه اللي وقعات في المغرب، قضيه اللي غادي تحير المحققين وغادي تخلي عقلهم يوقف، قضيه اللي فيها بزاف ديال الاسرار وفيها واحد الخطه اللي ابليس وما طاحش عليه، قضيه اللي غناخذوا منها واحد العبره اللي كبيره. هادشي هذا اللي وقع بالضبط في المغرب مع اخبث زوج وزوجه، والفاعل اللي ارتكب هاد الجريمه هادي فراه ما غاديش يطيح في بالكم وما غاديش توقعوها نهائيا. بلا ما نحرق عليكم كثر، يلا معنا النهايه باش توضح لكم الصوره. وقبل ما نبداو ما عليكم الا تعاونونا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ويلا بينا نبداو على بركه الله. قضيتنا ديال اليوم غتسافر بينا بالضبط لمدينة الدار البيضاء في سنة 2008 شهر 3 نهار 28. غادي يجي الشرطة واحد البلاغ من واحد الشخص اللي كان الاسم ديالو معاد اللي غادي يدير واحد البلاغ كيبلغ على انه دخل المنزل ديالهم وغادي يلقى الاب والام ديالو مقتولين. هادشي اللي غادي يدير ليه واحد الصدمة نفسية اللي كبيرة، وغادي يبقى كيغوت وغادي يتجمعوا الناس ديال المنطقه كاملين وغادي نعلموه باش يدير بلاغ للشرطه باش يجيو في البلاصه لعين المكان باش يبداو التحقيقات ديالهم ويلقاو هذا المجرم اللي ارتكب هذه الجريمه. الشرطه في الاول هذا الخبر اللي كيقولوا لربما يكون غير مزيف، لان بزاف ديال الاشخاص ما كيكون عندهم ما يدار وكيتصلوا بالشرطه غير باش كيتفلاو وكيبلغوا على شي جريمه ولا شي حاجه اللي واقعه، وفي الاخير منين كيمشيو لديك المنطقه ما كيلقاو والو. ولكن الشرطه في البلاصه غادي يمشيو لعين المكان وغيلقاو فعلا الناس ديال المنطقه مجموعين على واحد الفيلا. هاد الفيلا هذه اللي كانت كبيره وفي واحد الحي راقي في مدينه الدار البيضاء وبالضبط في جنان كاليفورنيا. هاد الناس اللي مجموعين كاملين في واحد الحاله ديال الصدمه. من غادي يجيو الشرطه وكيسولوهم شنو واقع، غادي يقولوا لهم باللي هنا وقعت واحد الجريمه، راه هاد الولد اللي الاسم ديالو معاد اللي اتصل بكم فراه الابن ديال هاد العائله اللي مقتولين ومده دابا ما جا عندهم. ومنين غادي يدخل الدار كيتفاجأ باللي غادي يلقاهم بجوج بهم عليهم واحد الطعنات اللي قاتله. هادشي اللي غادي يخليه يبدا كيغوت بواحد الحاله اللي هي هستيريه، وخلى الناس ديال المنطقه كاملين يحضروا. العميد ديال الشرطه من بعد ما سمع ان القضيه فيها جريمه قتل غادي يتصل بالشرطه العلميه اللي غادي يحضروا في البلاصه باش يبداو المحاينات ديالهم. من بعد ما جاو الشرطه العلميه اول حاجه غادي يحيدوا الناس كاملين اللي كانوا في ديك المنطقه او السكان ديال الحي باش هكذا يخدموا على راحتهم، وغادي يطوقوا مسرح الجريمه. ومن المعاينه الاولى كيلاحظوا بان داك الزوج والزوجه كان عليهم واحد الطعنات اللي قاتله، ودوك الطعنات اللي كانوا فيهم بجوج فراه كانوا متشابهين، يعني نفس الحجم ديال دوك الطعنات. هادشي اللي كيبين لهم باللي نفس الاداه ديال الجريمه مقتولين بها بجوج بهم. هذه اول حاجه غادي يلاحظوها المحققين والشرطه العلميه. من بعد ما غادي يقلبوا داك الفيلا كامله كيتفاجئوا باللي الكوفر غادي يكون محلول. ومنين غادي يسولوا الابن ديالهم غادي يقول لهم باللي داك الكوفر فراه كان فيه الفلوس وكان فيه الذهب. وهنا غادي يلاحظوا بان هذا الشخص هذا فراه كيعرفهم ولا ربما من العائله ديالهم ولا شي شخص اللي قريب ليهم وبزاف، يعني ماشي اي واحد غادي يقدر يحل داك الكوفر اللي كان من واحد النوع اللي مزيان. هذا اللي حاله فراه عارف داك الكود ديالو. من بعد ما داروا معاينه لمسرح الجريمه وخداو جميع الادله اللي غادي تنفعهم في التحقيق ديالهم، وغادي يلاحظوا في الجرده ديال الفيلا واحد الاثار ديال الاقدام اللي كانوا تقريبا واحد الحجم اللي كبير. من بعد ما هزوا داك الحجم ديال الاثار ديال الاقدام غادي يلقاو النمره ديال داك الصباط او السبرديل اللي لابس داك الشخص فراه نمره 43. هذا هو الدليل الوحيد اللي كان عندهم لحد الان،
ودليل اخر باللي هذا الشخص هذا فراه غالبا من العائله، لان داك الكوفر فراه كان محلول ماشي مفروع ولا مهرس. وحتى من المنزل اللي داخلين فراه ما فارعين لا باب لا والو، عندهم الساروج. بداو كيسولوا دوك الناس ديال المنطقه اللي كانوا مجموعين بواحد بواحد، واش شي واحد فيهم لاحظ شي حاجه غريبه في النهار اللي وقعت فيه الجريمه، بما ان الطب الشرعي غادي ياكد لهم باللي الجريمه يلاه ديز عليها تقريبا 4 ديال السوايع باش مقتولين. الوقيته اللي جا فيها الابن وبلغ فراه تقريبا يلاه دازت واحد 4 ديال السوايع. هذا اللي صفاها لهم فراه غالبا باقي ما هربش بعيد او باقي غير في ديك المنطقه. وحتى الاثار ديال الاقدام اللي كانوا في جردها فراه كانوا جداد، يعني الشخص ارتكب الجريمه في هذيك الوقيته قبل ما يجي الابن ديالهم غير بلحظات. غادي يطرحوا بعض الاسئله على الابن ديالهم، غادي يسولوه بالضبط على داك الكفر، واش شي واحد كان عارف الكود ديالو. غادي يقول لهم انا راني ما عارفش، يعني راه واحد المده دابا راه ما ساكنش مع الدار، وقال لهم باللي كنت معه في مشاكل. من غادي يسولوه بحال اش هاد المشاكل، قال لهم باللي البنت اللي تزوجت بها فراه ما كانوش قابلينها ليا، رفضوها وبقيت معاهم في صداع وفي المشاكل، وغادي نتزوج بها بلا موافقه ديالهم. هادشي اللي خلى الوالدين ديالو يكعاو عليه وغادي يجريو عليه من الدار، وباللي واحد المده مبقاش كيجي عندهم حتى مؤخرا تصالحوا ولا مره كيجي لعندهم. وغادي يقول لهم باللي واحد المده ديال اسبوع ما جيش عند والديا، وباللي جا لكازا كان عنده واحد الغرض وقرر باش يجي يشوف والديه، بحكم انه راه كيسكن حتى هو في كازا، وفي هذيك الوقيته كان عنده واحد ديبلاسمون في الخدمه. من بعد ما جا وشاف المرض ديالو قرر باش يجي ويشوف والديه. كذلك ملي كيدخل كيتصدم بديك الفاجعه او ديك الصوره اللي غادي يلقى قدام عينيه منين غادي يدخل لعندهم وكيلقى والديه بجوج بهم يلا مصفين عليهم وبديك الطريقه البشعه. فراه كانت واحد الصدمه كبيره بالنسبه للمعاد. هادشي اللي خلاه يخرج وبقى كيغوج ودوا مع العساس اللي غادي يدخل حتى هو وغادي يشوف داك المنظر، واتصلوا بالشرطه اللي غادي يجيو في البلاصه لعين المكان، وجاو ولقاو الساكنه ديال الحي كاملين مجموعين. من بعد ما خداو الاقوال ديال الابن ديالهم اللي كياكد لهم باللي ما عارف حتى شي حاجه على هذا الموضوع هذا، سولوا على واش العائله ديالهم ما عندهم شي عداوه مع شي شخص ولا شي واحد قريب من العائله. غادي يقول لهم فعلا يعني الزوج ديال خالتي فراه ما كانش كيحمل الام ديالي وكان ديما معها في المشاكل، وحتى ملي كتمشي لعندهم للدار فراه كان كيجري عليها وما كيخليهاش تشوف الاخت ديالها، وكان كيتعامل معنا واحد المعامله اللي خايبه. واش شك فيه كيقول لهم ربما يقدر يكون عنده يد في هذه القضيه هذه. انا ما غاديش نقول لكم هو، نتوما سولتوني على شي واحد من العائله اللي كان عندكم مع عداوه، فرا راجل خالتي هو الوحيد اللي كنا معاه في واحد المناقشات وفي المشاكل. خداو المعلومات ديال هذا راجل خالتو باش يمشيو يحقوا معاه، كذلك ياخذوا الاقوال ديالو. غادي يحقوا بعدا مع الناس اللي كانوا مجموعين هما الاولين. شبما كل واحد فيهم كيقول لهم هضره، ولكن اغلبيه ديال الساكنه ديال المنطقه كيقولوا لهم باللي السمعه ديال الضحايا فرا كانت خايبه وبزاف. منين كيسولهم بحال السمعه ديالهم خايبه كل واحد كيقول هضره. هادشي اللي خلى الشرطه كيقولوا لا ربما هاد السمعه ديالهم خايبه غتكون هي السبب ديال شي واحد اللي كان عنده معاهم واحد العداوه واحد الحساب اللي قديم وانتقم منهم بهاد الطريقه. ولكن الابن ديالهم اللي كيقول راجل خالته كان معاه في مشاكل، والكوفر اللي لقاوه محلول، والفيلا اللي ما غاديش يلقاو عليها واحد الاثار ديال العنف، يعني حتى واحد ما فرع الباب حدهم غادي يلقاو الفيلا مرونه شويه. وقالوا لا ربما هذا المجرم هذا يكون من العائله ورول الفيلا بهذه الطريقه هذه باش هكذا يراوغ الشرطه ويوهمهم باللي راه هادشي كامل واقع بدافع السرقه. ولكن الادله اللي كانت عندهم فرق كانت كتقول باللي غالبا المجرم من العائله او شي شخص اللي قريب ليهم بزاف، او شي صديق ديال السيد اللي توفى ولا صديقه ديال السيده اللي توفات. يعني قضيه كانت غامضه وما لقاوش شي خيط منين يبداوها. بقى لهم راجل الخاله ديال معاد
اللي خصهم يحقوا معاه وياخذوا الاقوال ديالو. من بعد ما عطاهم معاد المعلومات والعنوان غادي يتصلوا به باش يلتحق بهم لمقر الشرطه، وغادي يقولوا ليه باللي راه لقينا الحاج ابراهيم والزوجه ديالو مقتولين في الفيلا ديالهم. ومن بعد ما حققنا مع الابن ديالو فراه غادي يقول لنا باللي راه كان عندكم واحد العداوه وباللي كتجري على الام ديالو، وبغينا نعرفوا السبب وراه هاد الشيء هذا. هنايا غادي ياكد لهم هاد السيد اللي كان الاسم ديالو رضا باللي فعلا انا راه كنت كنجري عليها وما كنتش كنحمل فيها الشعره، واخا هكذاك بقاو فيا رغم انني ما كنتش كنحمل هاد العائله هادو وعندي معاهم بزاف ديال المشاكل، ولكن الموت راه ما غاديش بغيها حتى شي واحد، وبالاخص بهاد الطريقه هادي. والا كنتو معيطين ليا غير حيت شاكين فيا ولا الابن ديالو قال لكم باللي راه كان عنده معاهم عداوه، انا راه فعلا كان عندي معاهم عداوه وما كنحملش الشعره فيهم، ولكن ما عندي حتى دخل في هاد الجريمه. والمنزل ديالهم راه واحد المده ديال 6 سنين ما عتبتش عندهم الدار، وحتى منين كيجيو عندي فراه كنجري عليهم وما كنحملهمش. غادي نسولو على السبب بالضبط، حنا راه اتصلنا بك على قبل هاد ما كتحملهمش وهاد العداوه اللي بيناتكم، هادشي اللي خلانا نتصلوا بك. هنا غادي يقول لهم باللي دوك العائله السبب اللي خلاني ما كنحملهمش وكنجري عليهم من الدار هو عندهم كل شيء عادي. كيفاش كل شيء عادي؟ قال لهم باللي هاد العائله فرح كانوا كيشربوا، والراجل كان عنده عادي مراته تخونو، وهي كذلك عندها عادي راجلها يكون مع وحده اخرى، وكانوا بعض المرات كيديروا تبادل الزوجات. الحاج ابراهيم كان كينعس مع مرات صاحبه، والزوجه ديالو كتنعس مع صاحبه، يعني الصديق ديالو كيتبادل هو وياه الزوجات، كيخلي ينعس ليه مع مراته والاخر كذلك. وكانوا كل مره جايبين عندهم ناس جداد الفيلا ديالهم، ومنين كندوي معاهم كيقولوا لي حنا متحرين وعندنا هاد الشيء عادي، دخل سوق راسك بلا ما ديها في الشبوقات ديالنا، حنا راه فعلا عائله الى اخره، ولكن هاد الشيء هذا ما عندكش الحق تدخل فيه. وهاد الشيء اللي خلاني نديها في راسي وقطعت عليهم الموضوع حتى السلام. وحتى من الزوجه ديالي قلت لها الا بقيتي مشيتي لعندهم فراه الرجلين ديالك نقطعهم لك، وإلا جات عندي الاخت ديال مراتي فراه كنجري عليها من العشبه ديال الدار. يعني حالف على مراته ما كيخليهاش نهائيا تلاقى مع الاخت ديالها ولا الاخت ديالها تجي عندها للدار، والسبب هو انهم كانوا فاسدين وعندهم كل شيء عادي. المراه اللي كانت خاينه وكل مره مع راجل في شكل، وكذلك الراجل كان زهواني كما كنقولوا، وكل مره يجيب معاه بنات اللي صغار، بعض المرات كيجيبوا يعني كوبل، يعني راجل ومراته كيديروا معاهم تبادل الزوجات، وكانوا كيشربوا ديما السهرات عندهم في الفيلا. وهذا الشيء اللي خلى الابن ديالهم يكون معاهم في المشاكل. هنايا كيتصدموا، كيقول لي كيفاش الابن ديالهم ولا عنده مشاكل بسبب هذا الشيء هذا. غادي يقول لهم على ما عاودش لكم. انا غادي يقول له العامل باللي فعلا هو راه عاود لينا كل شيء، وقال لنا باللي السبب اللي خلاه ما بقاش كيتحامل مع والديه فراه هو تزوج بواحد المراه اللي ما كانتش في خبارهم، وهكذا ولاو مشاكل بيناتهم، وخرج من الدار وسكن بوحدو. كيقول لي لا هادشي راه ما كاينش، الولد راه تزوج غير مؤخرا وبخبار والديه وحتى تصالح معاهم. اما بالنسبه يعني الخصام ديالو مع والديه فراه واحد المده اللي طويله، والابن ديالهم كان عندي معاه يعني عادي بحال ولدي، كنهضروا كنسولوا بعضياتنا مره الوالدين ديالو اللي كانوا خايبين. اما معاد فراه كان رافض داكشي اللي كيديروا، والسبب اللي خلاه يبعد عليهم فراه هو هذا السبب هذا ديال ان والديه ديما جايبين معاهم ناس اللي خايبين للدار، كانوا واحد يعني المفسدين من الدرجه الاولى، وكيديروا شي حوايج اللي ما كيتقبلهمش العقل والسمعه ديالهم سابقاهم. والى سولتوا الناس ديال المنطقه ديالهم فراه غادي ناكدوا لكم من نفس الهضره ديالي. وكذلك معاد غير عاودوا دويو معاه في هذا الموضوع، لا ربما يكون نسى، غير سولوه فراه غادي يقول لكم بلي السبب اللي خلاني نخرج من الدار فراه هو والديا كانوا كيدخلوا
ناس اللي برانيه للدار وكيديروا شي حوايج اللي خايبين، وكانوا ديما كيشربوا. وعيش ما كندوي معاهم. في الاخير قررت باش نوض معاهم صداع ونفرقعوا هاد الرمانه هادي. منين ما تقبلوش هاد الفكره هادي فراه خرجت من الدار. هنايا المحقق كيلاحظ في التلاعب ديال الهضره ديالهم او التناقض اللي كاين في التصريحات، في الاقوال ديال ابن معاذ وفي الاقوال ديال الراجل الخاله، بحال اللي كل واحد فيهم باغي يسبيها في الاخر، وغالبا واحد فيهم ولا مرتكب هاد الجريمه هادي. من بعد ما حقوا معاهم وعرفوا بان الابن كان السبب ديال الخصام ديالو، هو والديه كانوا ما مزيانينش، ومن عند الابن سمعوا بان العداوه كانت مع راجل خالته وكانوا عندهم معاه واحد المشاكل. هنا خصهم يرجعوا عند الابن ويقول لهم باللي السبب ديال المشاكل اللي كانت بينه وبين الام، واش فعلا هو هذا السبب ديال والديه ما مزيانينش ولا شي سبب اخر. من بعد ما عاودوا خداو الاقوال ديال الابن وغاديين يعاودوا يدويو معاه، كاين فيه هاد الهضره وكيقول لهم بلي هاد الهضره كامله ما كايناش. وسولوا الناس ديال المنطقه، انا العائله ديالي كنت معاهم مزيان، والسبب اللي خلاني نتخاصم معاهم فراه ما قبلوش ليا واحد البنت. بقى على نفس الهضره ديالو، ولا ما تيقتونيش فراه تقدروا تسولوا الزوجه ديالي والعائله ديالها. وباللي علاقتي انا ووالدي راه ما كانش شي خصام اللي كبير حتى لهاد الدرجه، يعني كما كيقول ديال تخاصمنا يعني رونوها في مره لدرجه انهم جراو عليه. كيقول لهم هادشي هذا راه ما كاينش. غادي يسولوا على واش خدام معكم شي واحد في الفيلا، بحكم ان غادي يلقاو الجرده ديال الفيلا كانت يلاه مقاده، والفيلا اللي كانت كبيره يعني ضروري عندهم شي ناس اللي خدامين في هاد الفيلا هادي. غادي يقول لهم فعلا خدام معنا العساس، ولكن كيخدم حتى العشيه. في الصباح ما عندناش عساس، يعني عندهم عساس اللي كيعس على الفيلا وكيجي كيخدم من 7 ديال العشيه حتى 7 ديال الصباح وكيمشي في حاله. وخدام معاهم واحد الجارديني اللي كيجي غير مره في السيمانه. وبالنسبه لواحد جوج عيالات اللي كانوا كيجيو وكيقادوا الدار، هادو كانوا كيجيو 2 مرات في السيمانه وكيجيو بجوج بيهم. غادي ياخذوا المعلومات ديالهم باش حتى هما يحققوا معاهم. غادي ندويو مع السيده الاولى اللي غادي تاكد لهم باللي نهار الجريمه فرا كانت مع الاخت ديالها، والاخرى غتقول لهم باللي داك النهار كانت خدامه عند واحد الناس. اما بالنسبه للعساس فرا عنده عذر باللي في ديك الوقيته راه ما كيكونش خدام، وباللي جات العشيه ولقى الشرطه مجموعين والجريمه واقعه وواقع اللي واقع. يعني اللي ارتكب الجريمه فرا عارف العساس ما عادش كيدخل وما عادش كيخرج، والوقيته اللي ارتكب فيها الجريمه فرا كانت بالنهار باش حتى واحد ما يلاحظه. اما بالنسبه للجارديني فراه ما كانش، حيت كيكون غير مره في السيمانه وداك النهار ماشي هو النهار اللي كيخدم فيه. ومن بعد ما غادي يسولوا العائله ديالو غادي يلقاو باللي كان مسافر داك النهار كما قال لهم. منين غادي يتبعوا الجدول الزمني ديال كل واحد فيهم فين كان داك الاسبوع او داك النهار، غادي يلقاو باللي الهضره ديالهم كامله صحيحه، والتدليل ما كيأكد لهم باللي راه هما اللي مرتكبين هاد الجريمه. غادي ياخذوا الهضره ديال دوك العيالات اللي كانوا كيجيو عندهم للدار، وغادي نسولهم واش فعلا دوك الناس كانت السمعه ديالهم خايبه وكيديروا شي حوايج اللي خايبين. هنايا المره الاولى غتقول لهم بلي انا راه فايت سامعه شي هضره، ولكن راه ما حضرت والو وما شفت والو بعيني. شنو هاد الهضره هادي؟ بلي راه كانوا كيشربوا، وفعلا بعض المرات راه كنت كنلقى عندهم الشراب في الدار. غير اللي عمري لاحظته ولا شو هو كيقولوا باللي كيجيبوا معاهم واحد الناس كيدخلوا معاهم الفيلا وكيكون الفساد هنايا والسهرات الى اخره. فهاد الشيء هذا راه ما كنحضروش ليه بحكم انهم كيجيو بالنهار وكيجيو غير 2 مرات في السيمانه. غادي يسولوا العساس، غادي ياكد لهم نفس الهضره باللي هاد العائله هادو فراه كانوا كيشربوا وكانوا كيجيو عندهم شي ناس غراب للدار. مره كيكون عندهم شي كوبال، او بعض المرات الحاج كيجيب معاه شي بنات، يعني كانوا فاسدين. والجارديني اللي ما غادي يكون عنده حتى خبار بهذا الموضوع هذا غادي ينكر كل شيء وغادي يقول لهم انا عمري حضرت شي حاجه، عمري شفت والو. وغادي يعاودوا يسولوا الناس ديال المنطقه اللي غادي ياكدوا لهم نفس الهضره. فعلا الحاج ابراهيم والزوجه ديالو فراه كانوا فاسدين، والناس ديال المنطقه راه كاملين عارفين هذا الشيء. الحاج كان زهواني، كل مره كيجيب معاه الدريات، وبعض المرات كان كيكون معاه الصديق ديالو والزوجه ديالو، وبعض المرات كيكونوا معاهم شي ناس اللي عمرنا شفناهم، يعني ديما معاه الجديد.
هادشي هذا اللي كيأكد الهضره ديال راجل الخاله ديال معاد. لربما يكون راجل الخاله الهضره ديالو صحيحه، وداك الشيء كامل اللي عاود ليهم على معاد وبانه دخل في واحد المخاصمه مع والديه واللي كانت كبيره، واللي السبب ديالها هو انه كيدوي معاهم على الشراب وعلى الفساد وعلى هاد الشيء هذا. غادي يعاودوا يجيبوا عندهم معاد وغادي يقولوا ليه باللي راه عرفنا كل شيء، والناس ديال المنطقه والناس اللي خدامين عندكم في الفيلا كذلك كيأكدوا لينا باللي والديك كانوا كيفسدوا وكانوا كيشربوا وكيديروا شي حوايج اللي خايبين ومحرمه. علاش انت نكرتي هذا الموضوع وقلتي لنا باللي والديك كانوا مزيانين وعمرهم كانت عندهم عداوه مع شي واحد ولا داروا شي حاجه اللي خايبه؟ كان كيدوي عليهم غير بالخير، والدي واحد الناس اللي مزيانين كيتعاونوا مع الناس داخلين سوق راسهم، حتى واحد ما غادي يدير فيهم هاد الحاله. يعني كان كيدوي بواحد الطريقه اللي زوينه على والديه، وكيخيب الصوره ديال الراجل ديال الخاله ديالو. لربما يكون هو اللي ارتكب هاد الجريمه وبغى يلبق هاد التهمه في راجل خالته بحكم ان كانت بيناتهم واحد العداوه. يعني يقدر يكون هذا هو السبب. ولكن معاد كيدوي بواحد الثقه اللي كبيره وكاين فيها هاد الهضره كامله. كيقول لهم حتى لا كانت شي حاجه انا راه ما في خباريش، وغير من راسكم وجبدوا. واش كاين شي والدين غادي يفسدوا قدام الابن ديالهم ولا غادي يشربوا قدامه؟ راه هادشي راه ما كيدخلش للعقل. وانا راه ما ساكنش معاهم دابا، الا كانوا ولاو كيديروا شي حاجه في الغياب ديالي ممكن، اما انا الوقيته اللي عشت فيها مع والديا وكبرت قدامهم ما عمرني شفت شي حاجه من هادشي اللي كتقولوا. واش كيدخلوا الناس يعني جداد للدار؟ فعلا راه الاب ديالي كانوا عنده بزاف ديال الاصدقاء كيجيو عنده، الصديقات ديال الام ديالي كيكونوا قصارات بيناتهم ضاحكين ناشطين، يعني شي حاجه ديال الفساد فراه عمرها كانت عندنا في الدار. اما بالنسبه للشراب والديا راه ما كانوش كيشربوا، والطريقه اللي كيدوي بها ما كيبانش عليه الخوف بتاتا. واش عنده شي علاقه بالجريمه؟ من الطريقه ديال الهضره ديالو ما كيبانش ليهم بانه عنده شي دخل في هذه الجريمه. هادشي اللي بقى عندهم حل واحد، بما انهم اي باب كيدقوه كيتسد في وجههم وما لقاوش شي خيط نهائيا اللي بداو منه هاد القضيه هذه. بقات الكره كتدور بين الراجل ديال الخاله ومعاد، وغالبا واحد فيهم هو اللي مرتكب هاد الجريمه. كانوا شاكين في داك جارديني ودوك الخادمات اللي عندهم في الفيلا والعساس، ولكن الادله اللي كانت كتاكد بانهم ما عندهمش دخل في هذه الجريمه والجدول الزمني ديالهم اللي تبعوه ولقاوهم فعلا عندهم ادله كافيه انهم كانوا غايبين هذاك النهار اللي وقعت فيه الجريمه. وغالبا هذا المجرم اللي ارتكب هذه الجريمه فرع عارف دوك الخدامه او دوك العمال راه ما غاديش يكونوا ذاك النهار في الفيلا وماشي الوقيته ديالهم، وحتى العساس ما كيكونش في ديك الوقيته. يعني هذا الشخص هذا فراه واحد 90% هو الابن، او الخيار الثاني هو راجل الخاله. واحد فيهم هو اللي مرتكب هذه الجريمه البشعه. هنايا شنو غادي نديروا؟ غادي يبقى عندهم داك الاثار ديال الاقدام من بعد ما عرفوا شحال داك القياس اللي كان هو 43. غادي نطابقوا مع الاقدام ديال الجارديني اللي غادي نمشيو عنده للدار قلبوها كامله ما غادي نلقاو عنده حتى شي حاجه، وغادي يلقاوه كيلبس غير 41. اما بالنسبه لراجل الخاله فراه كان كيلبس غير 39، والابن اللي هو معاد غادي نلقاوه كيلبس 43 في رجله. القياس ديالهم طابق مع دوك القياس اللي لقاوه في الفيلا، دوك الاثار ديال الاقدام اللي لقاو فراه كانوا نمره 43. هادشي اللي خلاهم يتاكدوا بان غالبا هو مول الفعل. من بعد ما خداو امر مع النيابه العامه باش يفتشوا المنزل ديالو، اول حاجه غادي نبداو بها اللي هو الكراج. وهنا غادي تكون المفاجاه الكبرى. بلا ما يتعذبوا يبقاو يقلبوا في المنزل، اول ما غادي نبداو كيقلبوا في الكراج كيتفاجئوا باللي غادي يلقاو واحد الصاك اللي كانوا فيه ملابس فيهم بقع ديال الدم، وفوق هادشي كامل غادي نلقاو واحد الصاك اخر اللي كان فيه بزاف ديال الفلوس والذهب. فراه مستحيل
شي واحد عنده ديك القدر ديال الذهب والفلوس وغادي يديرهم غير في الكراج، فهذاك واحد المبلغ اللي كبير. من بعد ما غادي يسولوه غادي يبدا كيدخل وكيخرج عليهم في الهضره، ولكن رغم ذلك غادي ينكر وغادي يقول لهم ما عنديش علاقه بالجريمه، وباللي داك الفلوس والذهب فراه ديالي. هادشي اللي خلاهم يهزوا داك الملابس، ومن بعد ما خداو عينه وغادي يقلبوا داك الدم اللي كان في الملابس وغادي يطابقوه مع الدم ديال الضحايا، فراه غادي تخرج لهم النتيجه مطابقه تماما. يعني داك الدم اللي كان في الملابس ديالو هو اللي كان لابسهم لنهار صفاه الوالديه. هادشي اللي غادي يخليهم يلقاو عليه القبض وغادي نديو معاهم مقر الشرطه باش يبداو معاه التحقيق من جديد كمجرم هاد المره ماشي كمشتبه به، ويعترف لهم بالجريمه كامله اللي وقعات وشنو السبب اللي خلاه يصفيها الوالديه بلا رحمه بلا شفقه وبديك الطريقه البشعه. من بعد ما كاع الادله ولات ضد معاذ غادي ينهار وغادي يعترف لهم بالجريمه من الاول حتى الاخير، وغادي يقول لهم باللي فعلا السبب اللي خلاني صفيتها الوالديه وبديك الطريقه فراه هو انهم كانوا مفسدين وشوهوني بزاف، وباللي ولاو الاصدقاء ديالي كيعيروني بوالديه، وشحال من مره دويت معاهم ولاو بغاو يديروا عقلهم، ديما سكرانين ديما مدخلين معاهم البراني، والاب ديالي تا هو غير ما كيكبر وكيزيد فيه كل مره مع وحده في شكل. وواحد النهار لقيتو مع واحد البنت اللي كنعرفها ومازال صغيره وغير بنت المنطقه تم، ومدخلها كيفسد معاها، وباللي الام ديالي كذلك كتفسد مع بزاف ديال الرجال. وهذا الشيء هذا اللي ما خلاش يعني صبر على داك الدل ويشوف والديه بديك الطريقه. معاذ اللي كانت نفسه حاره وخايبه عكس والديه اللي كانوا ديوتيين وعندهم واحد الميول الجنسي اللي غريب وباغيين يجربوا اي حاجه فيها المتعه. اما بالنسبه النهار اللي غادي يصفيها ليهم فهاداك النهار غادي يكون قبل بليله تخاصم مع واحد الصديق ديالو وغادي يعيروا بالام ديالو، قال لي سير حداي غير ماماك بهاد المحنه، فراه ولات بحال الكلبه اللي جا كيركب عليها. هاد الهضره هادي اللي غادي تخلي معاذ ما غاديش يبقى في الوعي ديالو وغادي يمشي عندهم للفيلا، بقى كيتسنى غير يمشي يصبح الحال. هكذا العزاز غادي يكون مشى، ولا بالنسبه للاخرين يعني دوك الخادمات اللي كيكونوا تما وجارديني فراه ما غاديش يكونوا داك النهار، ومشاو غادي يدخل على والديه للدار. وهكذا بلا ما يشعر بقى كيتزايد معاهم في الهضره وكيتغاوج حتى غادي يجبد واحد السكين اللي كان جيبو معاه وغادي يبقى كيطعن فيهم حتى جابهم جثه هامده. غادي يقول لهم باللي حتى صفيتها لهم وطاحوا في الارض عاد بديت كنبرد وعرفت راسي شنو درت، وفي الاول راه كنت باغي نجي ونقدم راسي، ولكن الابنه ديالي يعني عنده واحد البنت اللي مازال صغيره ومراته غير كيفكر فيهم هادشي اللي خلاه ما يقدرش يعني يقدم راسو. يعني كيتفكر باللي راه عنده مراته وعنده بنته اللي مازال صغيره محتاجه للحنان ديالو، غادي يخربق العائله ديالو وغادي يخرج عليهم. هادشي اللي خلاه غادي ينكر وغادي يخترع هاد الخطه الشيطانيه باش يخفي هاد الجريمه اللي ارتكب في حق والديه. وهذا هو الغلط الكبير اللي دار معاذ، رغم ان والديه خايبين فراه هادوك كيبقاو والديه فعلا. داكشي اللي كيديروه راه ما غاديش يتقبلوا العقل وما غادي يبغيه لا العبد لا ربي، ولكن راه والديك سير دوي معاهم وبالعقل ونهيهم. الا ما بغاوش انت راه درتي اللي عليك، المهم راه درتي مجهود دويتي معاهم ما مره ما جوج، بغيتي تنصحهم بغيتيهم يبدلوا هاد الطريق، اما باش تصفيها ليهم فراه هذا واحد الغلط اللي كبير. هكذا صافتي والديك ومشيتي غادي تدوز عمرك كامل في السجن. من بعد ما خداو الاعترافات والاقوال ديالو غادي يتقدم امام قاضي التحقيق، وغادي يكون الحكم ديال معاذ هو السجن المؤبد، القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. كانت هذه قضيتنا ديال اليوم، بصراحه قضيه اللي غريبه، قضيه اللي فيها تبادل الزوجات، فيها الفساد، فيها واحد الوالدين اللي خايبين وخلاو السمعه ديالهم سابقاهم وكل شيء كيهضر عليهم بالخيب. قضيه اللي ما غاديش تبغيها حتى شي واحد، خلات معاذ انه يتعقد وتولد واحد المجرم اللي ما كانش غادي يكون. السيد اللي كان بخير قاري وخدام انجينيور وبرزقو بفيلا ديالو ارتكب ابشع جريمه قتل في حق والديه، وهذا الشيء هذا فراه كان بسبب نفسه اللي خايبه وحاره وما بغاتوش يشوف والديه كيفسدوا وسكيريه
ويبداو الناس كيعايروه بهم. بلا ما نزيدو نطولوا عليكم كثر، كانت هذه هي قضيتنا ديال اليوم. ما تنساوش تخليو لنا الراي ديالكم في التعليقات، شنو بان لكم في هذه القضيه ديال اليوم، وشكون اللي بان لكم غلط، واش معاذ ولا والديه. انا كنظن ان معاذ ما كانش خاصو يرتكب هذه الجريمه هذه، لا دارها خيبه، كان على الاقل يمشي ديكلاري بهم ويدخلوا يتربى واحد عام ديال السجن ولا عامين، وغالبا كان هادشي غادي يخليهم يتوبوا، رغم انهم والديك والصعيب ديكلاري بهم وتا واحد ما غاديش يبغي يدير هذا الامر هذا. ولكن ملي غتشوف والديك يديروا بحال هاد الحوايج وعايشين ما كدوي معاهم، فراه كان عندك جوج ديال الحلول. يا هاد الحل هذا تبلغ عليهم، والحل الاول اللي كنفضل انا هو كان يبعد، يخوي المدينه ولا يخوي ديك المنطقه اللي كبر فيها، ويمشي مع مراته وبنته يعيشوا في واحد البلاصه اللي بعيده وهانيه، وما يبقاش يسمع الهضره ديالهم ولا التخبار عليهم. مره يتصل بهم يدير صواب ولا شي عيد يجي عندهم، وهكذا غادي يبقى هاني وما غاديش يبقى يوصل الخبار ولا داكشي اللي كيديروه، لانه دار اكثر من جهده من صغره هو كيدوي معاهم. فراه هذا كان هو احسن حل. الا كان عندكم شي حل اخر من غير هذا وخلوه لنا في التعليقات، وما تنساوش دعمونا بلايك مع الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ونشوفكم ان شاء الله في قضيه جديده.